جحا، افتح أذنيك واسمعني جيدا. ها؟ هيا اصعد. سيري أمامي يا مرجانة، كفى كلاما وثرثرة. امشي أنت أولا. امشي أنت يا مرجانة. لن أخطو أمامك أبدا. ولماذا يا امرأة؟ لأطمئن إلى الحاجيات التي في السلة، لربما وقع شيء منها وضاع. سرنا مسافة شاقة من أجلها ودفعنا الكثير. هيا امشي أمامي. امشي أنت أولا. طوعني يا جحا. طاوعيني يا مرجانة. جحا يا زوجي، يا روح مرجانة، هيا اطلع. يا روحي اطلعي أنت أولا. اطلع أنت يا روحي. هيا يا روحي اطلعي أنت أولا. بل اطلع أنت يا روحي. اطلعي أنت أولا ثم تطلع روحك يا مرجانة. سمعت يا مرجانة؟ سمعت. لماذا فعلت هذا يا جحا؟ روح زوجتي داخل هذه الجرة، ولن تطلع حتى تراها تكسر وعلى رأسك تتكلم. جحا، نعم يا مرجانة. لماذا كسرت الجرة على رأس الرجل؟ لأنه دخل بيننا وأساء إلينا. ومن يعوض ثمن الجرة علينا؟ يا ويلي، هذه لم أفكر بها. يا ظريف. نعم يا جحا. هاتي ثمن الجرة. ولماذا أدفع الثمن وأنت الذي كسرها؟ رأسك اليابسة هي التي كسرتها وحطمتها. فإما أن نذهب للقاضي لنرفع الشكوى ونقيم الدعوة، وإما أن تعوض علينا ثمن الجرة. ماذا قلت؟ وما ذنبي أنا؟ ذنبك أنك دخلت بين البصلة والقشرة. وما ذنب الذي يدخل بين البصلة والقشرة؟ يكون قد أساء العشرة. ادفع. كم الثمن؟ نصف درهم. يا جحا. نعم يا ظريف.
أتقرضني نصف درهم؟ من هذه العين ومن هذه العين. أنت صديق قديم وأخ كريم. تفضل. يا زوجة جحا، نعم. خذي ثمن الجرة. شكرا جزيلا. وبعد أن عوض ثمن الجرة علي رجعت روحي إليه. عجيب. دنيا غريبة عجيبة. نعم، أقول دنيا غريبة عجيبة. عد إلى نفسك يا أخي. من غير المعقول أبدا أن تترك بنات البلد لتقع في حب قمر الزمان. وما بها قمر؟ ابنة جحا. وما به جحا؟ زوج مرجانة. وما بها مرجانة؟ أم قمر الزمان التي ولدتها وأنجبتها. قد أحسنت ما أنجبت. هي فتاة جميلة عاقلة وتبادلني الحب والإحساس. يا أخي يا صالح، فكر كما يفكر الناس. وكيف يفكر الناس؟ يبحثون عن الحسب والنسب والجاه والمال حتى يكتمل المزاج بالزواج. بالنسبة للحسب والنسب لا تقل أصلي وفصلي أبدا. والجاه؟ لكل منا اتجاه. والمال؟ المال إلى زوال. أنا ذاهبة. بل تبقين حتى تأتي قمر الزمان. وربما لن تأتي اليوم. دقات قلبي لا تكذب. قمر الزمان آتية لتملأ جرتها. لا جرة لدينا، كسرها أبي فوق رأسي الظريف. أهلا بك يا خفيف. مساء الخير يا صالحة. مساء الخير يا ابنة جحا. وعاء النحاس هذا يفي بالحاجة. هاتي عنك يا قمر الزمان، سأملأ الماء وأحملها عنك حتى باب الدار. وعجبي. ولماذا تحمل الماء؟ لأخفف عنك التعب. عجب عجب. ولماذا تريد أن تخفف عني؟ الأمر الذي يتعبك يتعبني يا قمر الزمان. ترى لماذا يا هذا؟ هو الحب يا ابنة جحا، أما آن لك أن تفهمي. فهمت الكلام من السلام. ماذا فهمت يا قمر الزمان؟ أنت تريد أن تسرق مني وعاء الماء. هنيئا لك هذا الحب والهيام، لم أسمع في حياتي بمثل هذا الغرام. للفهم فهيمة زوجته، للعلم عليمة ابنته. أنا فكرت طويلا، أنا فكرت، وبعدما فكرت دبرت ووفرت، ورغم ذلك تعترض على النصيحة وتراها قبيحة. يا زوجتنا. نعم يا زوجنا. أعيدي علي النصيحة، ربما وجدتها نصيحة مليحة. أقول من الأفضل لنا أن نشتري حمارا يخفف عنا ونخفف عنه، يحمل عنا ونحمل عنه، يستفيد منا ونستفيد منه، بدل أن تحمل على ظهرك السلة وتشتكي من 1000 علة. فهمت. إذن سنشتري الحمار. للفهم فهيمة زوجته، للعلم عليمة ابنته. عليك السلام يا جحا. وعليك السلام يا صالح. هل لي في حديث قصير؟ لا قصير ولا طويل. أرجوك يا جحا، الأمر عاجل وملح. أنا وهذه الدابة على عجلة من أمرنا. لن أطيل الحديث كما قلت. ومن أي نوع هذا الحديث؟ أريد أن أقول إن الحياة يا جحا، أقصد الذي دفعني للتحدث إليك هو أني كفى فهمت. لم أقل شيئا لتفهم. قلت الكثير وجوابي أني غير موافق. غير موافق دون أن تعرف طلبي؟ عرفت ورفضت. لن أزوج قمر الزمان إلا برجل على قدر عقلها ومالها. لم أفهم القصد من الكلام. القصد شريف والكلام كلام خفيف. ثم إن المثل يقول يا مثلنا أهلا بك عندنا. وهل أنا أختلف عنكم بشيء يا جحا؟ طبعا
أنت رجل ميسور ونحن بسطاء. ثم إن ابنتي غشيمة وفقيرة. هي في نظري غنية ذكية ولن أرضى عنها بديلا. هذا كلام بكلام. أبدا يا جحا. وإلى متى ستظل تراها كما تراها؟ إلى الأبد. وهل في هذا العالم من رجل عاقل يرى زوجته بعد الزواج كما كان يراها قبل الزواج؟ أنا سبقناك في هذا الكلام، وبعد أن تزوجنا ووقعنا ندمنا. من أنت؟ أنت تراني وأنا كما تراني. وأين الحمار؟ لا تخف يا أخي، الحمار هو أنا. أنت؟ الحمار. أفق يا جحا. أنا في حلم أم في علم؟ أنت في علم وأنا حقيقة، والحقيقة يا جحا مرة كأنها الضرة. بل أنا نائم وما أراه الآن من الأحلام. جسني ودسني، ترى أنك في يقظة. بل أغط في نوم عميق، وتفسير هذا المنام أنني لا محالة واقع في الضيق. حفظت من الضيق أيها الصديق، لا أنت في منام ولا أنا خيال أحلام. قصتي قصة، وفي قلبي منها 1000 غصة وغصة. تريد أن تقول إن الإنسان الذي أراه ويراني كان حمارا؟ كنت، أما الآن فأنا إنسان معذب مغلوب على أمره. يا ويلي، العقل الذي في رأسي يكاد يطير كما تطير العصافير. لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لا، فقدت عقلك يا جحا. أبدا، أنت كما أنت وعقلك في أمان وسلام. كيف هذا بعدما رأيت الذي رأيت وسمعت منك الذي سمعت؟ اسمي دهمان، وقد رأيتني كثيرا قبل الآن. دهمان ابن سلمان. تزوجت فتبدلت، ثم في آخر الأيام إلى حمار تحولت. كل شيء فيك يقول إنك آدمي. عن ماذا تبحث؟ عن الذنب. أنا آدمي مقهور مغدور. يا دهمان. نعم يا جحا. كيف قهرت وبالحبل جررت؟ أمستعد لتسمع قصتي؟ عجل أسمعني. كما سبق وقلت، تزوجت، ثم في آخر الأيام إلى حمار تحولت. كيف هذا ولماذا؟ كنت أعيش في أمن وسلام حتى وجدتها وخطبتها، ثم تزوجتني وتزوجتها. من؟ زوجتي يا جحا، زوجتي. وبعد؟ هي امرأة طيبة صالحة عطوفة لطيفة، إن طلبت منها العين أعطتني الاثنتين. زوجتك؟ ياسمين، اسمها ياسمين. وبعد يا دهمان؟ عاملتني بالمعروف، عاملتها بالمتلوف. عاشت مع الأيام في صدق ووفاء، بادلتها الوفاء بالبلاء. ولماذا يا هذا؟ رجل شرير. يا ويلك من حقير. إذا قالت السماء زرقاء أقول بيضاء، إن نفخت وطبخت قلبت لها الإناء. يا رجل بلا عقل. أهنتها، ضربتها، فصبرت حتى كلت وملت. ظلم ما بعده ظلم. فجأة انتهى الصبر، فقالت من قلب جريح وصوت صريح:
اذهب يا زوجي يا دهمان، ولك مني هذه الأمنية. وماذا تمنت عليك؟ تمنت علي من شدة الغضب أن أتحول حمارا يحمل الحطب. هذا ما كان وصار، وبعدما كنت آدميا تحولت إلى حمار. كفى يا دهمان، قطعت قلبي وأسلت دمعي. لقد أحزنتني يا حمار الحطب، وأصبتني بالذهول والعجب. إذا غضبت الزوجة يا جحا تصبح مخيفة، فأنصحك بالمعاملة اللطيفة. ويلك من زوجتك يا جحا. الرجل الذي يغضب زوجته يكون قد عجل آخرته، والذي لا يغضب زوجته يكون قد ضمن آخرته. قول سليم حكيم. هات الحبل يا دهمان واذهب بأمان. شكرا. سأذهب إلى البيت لأعمل بحكمتك ونصيحتك. أحسنت، هات يدك أقبلها لأشكرك على صنيعك معي. وعلى ما الشكر يا دهمان؟ الشكر لأنك لم تطالبني بثمن الحمار الذي هو أنا. أنت حمار سابق وأنا حمار لاحق. سامحتك يا دهمان، فاذهب بأمان. شكرا يا دهمان، أمنية زوجتك حولتك من إنسان إلى حمار، فما الذي بدلك من حمار إلى إنسان؟ نسيت إخبارك. هات. حزنت زوجتي على حالتي، وذهب عنها الغضب وراح العتب، ونسيت ما كان بيننا من مشاكل، فعدت من جديد إلى إنسان عاقل. سبب موزون وكلام متقون. تركتك بخير. مع السلامة يا جحا. سيبيع دهمان الحمار ويتمتع بالثمن مدة من الزمن. إلى متى هذا الجلوس يا صالح؟ أيها المغروم المهموم، أجبني على السؤال. عفوا يا صالح، أتتحدثين إلي؟ نعم، ولكن للأسف أنا في واد وأنت في واد آخر. لدي أسبابي يا صالح. أسبابك لا معقولة ولا مقبولة. جحا ردك خائبا، قمر الزمان لم تفهم قصدك، فإلى متى هذا التفكير بها وبأمرها؟ لابد لهذا الليل أن ينجلي. سأقابلها مرة ثانية عندما تعود إلى طلب الماء. وما نفع هذه المقابلة؟ أكشف لها عما يضيق به صدري. لن تفهم. أحاول. حاول، تحدث وتكلم إليها، سترى بعد ذلك أن قمر الزمان ستكون في خبرك. السلام عليك يا زوجتنا. وعليك السلام. أين الحمار؟ الحمار عاد إلى زوجته. عاد إلى زوجته؟ هرب منك؟ أي يعني اشتريت حمارا متزوجا؟ نعم، الحمار الذي اشتريته كان له زوجة. غشيم، تشتري حمارا له زوجة وتريده أن يتبعك إلى البيت ليحمل عنك جرار الماء والزيت؟ ما هذا الخبر يا أبي؟ تماما كما سمعت يا قمر الزمان. إذا كان الحمار المتزوج لا يحمل عنا الجيران، لماذا لم تأتنا بحمار أعزب؟ لماذا تضحك يا جحا؟ حمار وأعزب؟ عادة لا يسمون الحمار حمارا
إلا إذا تزوج. بالمختصر المفيد أنا لن أحمل الجرار بعد اليوم. ليتني لم أعطك ثمن الحمار. كيف يهرب منك؟ كيف؟ ومن قال لك إن الحمار هرب مني؟ وكيف فقدته؟ أنا أطلقت سراحه. تطلق سراحه بعد أن دفعت ثمنه؟ هذا ما فعلت. ولماذا هذا الجنون يا جحا؟ لأن الحمار تحول فجأة إلى إنسان. أي كلام هذا؟ تماما كما تسمعين. تعالي واجلسي لأحكي لك الحكاية وأروي لك الرواية من البداية إلى النهاية. يضحكنا من خفة ظله، يبهرنا من قلة عقله. قف هنا. كما تريدين. السلام يا ابنة جحا. صالحة؟ أنا هي صالحة يا مالحة. ولماذا تشتمينني يا هذه؟ ضعي الأناء من يدك واستمع إلي جيدا. ماذا تريدين؟ عندك عقل أكبر من عقلك، وإحساس أكثر من إحساس الناس، وعاطفة كأنها العاصفة، وقلب. قلب وكبد وأمعاء ورئتان لأتنفس الهواء. إذا انظري هناك وتأملي هذا الرجل. هذا صالح. فكري يا قمر، فكري وتساءلي. لماذا يسعى إليك ويطيل النظر إلى عينيك؟ اسألي القلب والعقل والإحساس. هذا إذا كان وكما تقولين لديك إحساس أكثر من إحساس الناس. لماذا لا تختصرين في الكلام يا صالحة؟ مسكين أنت يا صالح. على ما التأسف؟ افهم الكلام يا ابنة جحا. أخي الذي يقف هناك رجل لطيف ذو قصد شريف. حفظه الله لأمه. أمه في الدار الفانية، ليس له في هذه الدنيا إلا أنا. حفظه الله لك يا صالحة. ولك يا قمر. لي أنا؟ أجل. ولماذا؟ لعل وعسى. لعل ماذا وعسى ماذا؟ يجمع البعيد بالقريب والحبيب بالحبيب. اسمعي يا قمر. نعم. يريد أخي أن يتقرب منك ويتحدث إليك. حاولي أن تفهمي معنى الكلام، لعل بعد الكلام وئام. وبأي حديث يريد أن يتحدث إلي؟ تعرفين هذا عندما تصغين إليه ويصغي إليك. اقتربي يا صالح. عليك السلام يا قمر الزمان. وعليك ألف سلام. أنا على عجلة من أمري، فاختصر الكلام. لم نبدأ الحديث بعد يا قمر الزمان. هيا يبدأ. فيما الانتظار؟ الذي سأقوله لا يقال عادة بالسرعة والعجل. أنا يا قمر الزمان أنت ماذا؟ أشعر بالوحدة والفراغ، وأريد أن تملأ بيتنا البهجة والسعادة بدل الحزن والتعاسة. أمنية معقولة. دونك أنت أشعر شعور اليتيم. رحم الله أمك صالحة، أعلمتني بوفاتها. أقصد إن الحياة بعيدا عن قمر الزمان هي حياة بؤس وحزن. الحياة التي هي بعيدة عن قمر الزمان التي هي أنا بؤس وحزن؟ تماما. حياة من؟ حياتي أنا. أفصح. بقربك أشعر بالراحة والهناء، وبالبعد عنك نار وجحيم. ولماذا؟ لأني أحتفظ لك بقلبي بكل محبة ومودة. في قلبك؟ نعم. وبكل محبة ومودة؟ نعم. أيضا لماذا؟ لأني أحبك يا قمر الزمان. الآن فهمت. الحمد لله. ولكن لماذا تحبني؟ يا صالحة. خذي الإناء. هاتها. مع السلامة. السلامة ولا الندامة. أسمعت يا صالحة؟ الذنب ذنبك، وقعت في حب غشيمة للفهم عديمة. للفهم فهيمة زوجته، للعلم عليمة ابنته. تلعثم لسانه وغارت عيناه، ثم قال:
أحبك يا قمر الزمان. هكذا؟ نعم هكذا قال، أحبك يا قمر الزمان. اسأليه لماذا؟ سألت فاستغاث بصالحة. أمره عجيب. يا زوجي، نعم. ترى لماذا قال صالح هذا الكلام؟ لأنه يحب ابنتنا. ولماذا يحبها؟ ليتزوج منها. ولماذا يريد أن يتزوج بي يا أبي؟ لأنه مهبول ومخبول. فهمت. يا جحا. نعم يا مرجانة جحا. ألم نتفق بأن نزوج ابنتنا لرجل على قدر عقلها ومالها؟ هكذا اتفقنا. إياك أن تزوجها من أي رجل كان، وإلا... وإلا ماذا؟ أنا غضبت وأنت إلى حمار مسخ. أنا مجنون لأصيبك بالغضب وأحمل الحطب؟ في الدار تكمن فرحته والسعد يسكن جبته. حمار أصيل كأنه الغضنفر، يعمل دون ملل أو تعب، يحمل الماء والزيت والحطب. ب10 دراهم هذا الذي كأنه الفرس، له صبر الجبال على الأحمال. تعال قف هنا ولا تتحرك، لقد تعبت من المنادات وحان لي أن أستريح. تركتك بخير.